بدل ما يبقى فيه تصريح غير موفق من عمرو مصطفى يقول لك فيه مش عارف تامر عاشور عمل ايه ورامي صبري سرقني، يقول لك لا انا واخد منه 3 موازير ونص بس، سوري واخد 4 موازير الا ربع، هات مسطرتك وتعالى قيس. اكتر من حد بعت لي علشان اتكلم عن سرقة الالحان، خصوصا مع الكلام الكتير اللي داير بقيادة عمرو مصطفى عن سرقة الحانه. هل دي سرقة ولا توارد افكار؟ طب وبعدين ايه الحل؟ اهم نقطة في الموضوع ده ان ممكن يكون الملحن واخد نفس اللحن تقريبا من ملحن تاني وهو مش واخد باله. الفكرة في ايه؟ في ان الملحن طول الوقت بيجي في دماغه جمل لحنيه، ما دي موهبته، ده شغفه اصلا، زي الشاعر لما كل شويه بيجي في دماغه افكار وكلمات. فساعات الجمل اللحنيه دي بتكون بتاعه الملحن فعلا لما بتيجي في دماغه، وساعات بتكون توارد افكار، وساعات هو بياخد باله بعد كده ان الجمله دي توارد افكار وكانت موجوده قبل كده، وساعات ما بياخدش باله. وهو من كتر ما سمع الحان قديمه وجديده، حلوه ورديئه، شرقي وغربي، جوه وبره، فمنطقي يجي في دماغه جمله يفتكر ان هي جملته لسه مالفها، وهي جمله جات له اصلا علشان كانت متخزنه في عقله، علشان سمعها زمان في اغنيه هندي مثلا، مش واخد باله من ده. ما هو اي مبدع بيكون هو عباره عن محصله اللي سمعه، مفيش حاجه بتجيله من العدم في الغالب. علشان كده لا يمكن السيطره على الموضوع ده، ولا يمكن يبقى فيه عقوبات مناسبه، لان انت مش عارف ده سرق ولا مش قصده، كله دخل في بعضه. علشان كده قال لك خلاص نعمل قاعده نقول اخرك في توارد الافكار 4 موازير. ايه بقى 4 موازير دي؟ زمن معين لو عديته يبقى مش توارد افكار، يبقى انت واخد اللحن. والموازير دي هي وحده قياس الزمن الموسيقي بدون دخول في تفاصيل وحوارات. وفي بعض الناس في بعض الدول تقول لك لا ما تعديش ال3 موازير مش 4. ايه ده؟ يعني ممكن تلاقي عليها خلاف اصلا. وانا في رايي برضو ان هي مش حل حاسم، لان الموضوع مش بالزمن. انا ممكن اخد مازورتين بس من لحن قديم واعمل بيهم احلى شغل اجدع من اللي هياخد 5 موازير، لانهم اقوى مازورتين في اللحن انا خدتهم، فانا هكمل عليهم وهطلع لحن اقوى من اللحن الاصلي. ده منطقي، ما انا عندي اللحن الاصلي هعلي عليه، زي التلميذ لما بيتفوق على استاذه لانه ابتدى من حيث انتهى الاستاذ، فهعمل لحن اقوى بس انا واخد منك الفكره، يعني واخد منك. فعلشان كده في رايي هي مش بالموازير، لان هيطلع لك ناس كمان تقول لهم خد بالك انت كده واخد من اللحن الفلاني، يقول لك لا انا واخد منه 3 موازير ونص بس، سوري واخد 4 موازير الا ربع، هات مسطرتك وتعالى قيس. المهم ما عديش ال4 موازير، مش احنا اتفقنا على كده؟ وتبدا بقى تلاقي في كوميديا بتحصل، تبدا تلاقي واحد خد 3 موازير من اللحن ده و3 موازير من اللحن ده ومازورتين من اللحن ده، وعمل لحن جديد اقوى منهم كلهم ومحدش عارف يتكلم معاه. فبالتالي السيطره على موضوع زي ده تقريبا مستحيل. اللي انا شايفه ايه بقى؟ انا عملت لحن وانا فاكره لحني وهو مش لحني، توارد افكار حصل زي ما قلنا، بعته للشاعر كتب عليه، بعته للموزع عمل مزيكته، الموسيقيين والمطرب نفذوه، وبعد ما الاغنيه نزلت اكتشفنا كلنا ان اللحن ده متاخد جزء منه من لحن تاني اقدم، سواء بقى ده حصل بقصد او من غير. هل الحل اننا نشيل الاغنيه الجديده؟ انا شايف لا، لان ناس كتير مبدعين اشتغلوا عليها، حرام مجهودهم يضيع وهم ما لهمش ذنب. فانا شايف الموضوع يتحل عادي بين ملحن الاغنيه الجديده وملحن الاغنيه القديمه الاصلي. ملحن الاغنيه الجديده يقول للملحن الاصلي معلش ده توارد افكار، وانا هكتب اسمك في الاغنيه الجديده، او ان فكره اللحن بتاعتك اقتبسناها منك، ويديله فلوس طبعا مقابل ده بالاتفاق وبدون اي احراج للملحن الجديد. لان هو الخوف من ايه؟ واللي عامل المشاكل دي كلها ايه؟ ان الملحن بيخاف يعترف ان في توارد افكار او اقتباس في لحنه الجديد، لا تطلع عليه سمعه ان كل الحانه مسروقه وبنضطر نسوي الخلاف مع الملحن الاصلي كل مره والحكايه مش ناقصه. لا تبقى دي حاجه معروفه وما فيهاش مشكله وبتحصل في الصناعه، هي الصناعه كده فيها اقتباس دايما سواء بقصد او بدون، وده مش بيقلل من حد ما دام ما فيش اختلاف، زي ما بيحصل اقتباس في الافلام مثلا وفي حاجات تانية كتير بدون مشاكل. وطبعا لازم يكون في متخصصين وقائمين على تنظيم ده، والمرجع هنا يكون تاريخ اصدار الاغنيه الاقدم اللي هي الاصليه. اظن سهله خصوصا مع وجود السوشيال ميديا دلوقتي اللي بتأرخ كل شيء بمنتهى الدقه. بدل ما يبقى فيه تصريح غير موفق من عمرو مصطفى يقول لك فيه مش عارف تامر عاشور عمل ايه ورامي صبري سرقني، كلمه خطيره جدا، السرقه ومش مكانها البرامج قدام الجمهور. واحد يقول لي طب ما هو بالعكس، ده اللي بيسرق لما تعرف الجمهور ان هو سرق تقلل اسهمه عندهم. هقول له لا خالص، لان رامي صبري هيطلع يقول دول 3 موازير مش 4، وهيدخل الجمهور بقى في تفاصيل هو مش مهتم بيها ولا فاضلها، وفي الاخر اللي هينزل فيهم اغنيه حلوه بكره الناس هتسمعها. ده اللي يعني الجمهور مش معني ان هو يقعد يجيب لكم حقوقكم اللي هو مش دارسها ومش فاهمها اصلا. وبدل برضه ما يبقى في تصريح من رامي صبري يقول انا دارس موسيقى، هو مش دارس فانا الاستاذ وهو التلميذ، ما ده برضه مش منطق. ضربت انت كده مفك في الموهبه ودورها، وخبطت في كل الناس اللي مش دارسه موسيقى وهم كتير، يعني
قنبله كده انت فجرتها. بكده ابقى عرضت المشكله بتفاصيلها وحلولها من وجهه نظري الشخصيه. لو عجبك الفيديو اشترك ولايك وامسك مايك علشان تقول لي رايك.